وبتبدا احداث فيلمنا مع ذئاب العصابه واللي بيكون مروح بيته، ولما بيوصل بيقلع الساعه بتاعته وبعدها بيقلع هدومه علشان ينزل بسين. ولكن المفاجاه ان لما بينزل بسين بيشوف الساعه بتاعته في قاع البسين، وبنلاقي ان كان في شخص مستنيه والشخص ده بيخنقه لحد ما بيغرقه. ولما الحارس بتاعه بيشك ان حصل حاجه، الشخص اللي قتل بيفضل يحرك الجثه علشان الحارس يقتنع ان الزعيم بيعوم. ولكن بعد شويه بيفضل جسم الزعيم ثابت، وساعتها الحارس بيعرف انه غرق. ولكن بنلاقي ان الشخص اللي قتله قدر بمنتهى الاحترافيه ان هو يعوم ويخرج من المكان، وبعدها بيلبس لبس طباخ وبيدخل المطبخ وبيخرج من الفيلا من غير ما حد يشوفه. وبيروح بعدها الشخص ده عند الجسر وبينط في الميه، وبيمسك في مركب كانت ماشيه وعلى طول بيهرب. وبيروح بعدها بيته وبيحرق كل ورق العمليه، وبنعرف ان هو ده القاتل المأجور ارثر، واللي بنعرف كمان ان هو قاتل محترف واللي بينفذ جرايمه بدقه عاليه وما بيسيبش اي اثر للجريمه. وكمان بيقتل بطريقه تخلي الناس تشك في حد معين او تشك ان الجريمه من الاساس مش جريمه. وتاني يوم ارثر بيخرج من البيت وبيقابل صديقه هاري، واللي بيساله نفذت العمليه، وساعتها ارثر بيقول له انه نفذها. وارثر بعدها بياخد فلوس العمليه وبيمشي. وتاني يوم بيتكلف بمهمه جديده، ولكن المهمه بتكون صدمه بالنسبه له، لانه اتكلف بمهمه انه يقتل هاري. وطبعا ارثر ساعتها بيتردد لان هاري بيكون صاحبه، وبيتصل بالناس اللي مكلفينه بالمهمه وبيقول لهم على فكره اكيد في حاجه غلط، ولكنهم بياكدوا له ان مفيش حاجه غلط وانه لازم ينفذ العمليه. وساعتها بيقول لهم ان هو لازم يقابل رئيس دين. وفعلا بيوصل ارثر للمكان بتاع الرئيس دين وبيتكلم معاه، وبيقول له دين انه سبب المهمه دي انه من فتره بعتوا 5 عملاء ينفذوا مهمه في منتهى السريه، ولكن ال5 عملاء دول اتقتلوا، وده معناه ان في جاسوس بينا. وبيقول له ان تفاصيل العمليه دي ما كانتش غير مع 2 بس، دين نفسه وكمان هاري، وده طبعا معناه ان هاري بيكون خاين. وبيتكلم دين مع ارثر وبيقول له كمان ان احنا راقبنا حسابات هاري ولقينا ان اتحول له بعدها مبلغ كبير من الفلوس. وارثر بيرجع البيت وبيكون محتار جدا وبيتصل بهاري، وعلى طول بيتصل بهاري وبيحذره وبيقول له انه خلي بالك المنظمه اللي احنا شغالين فيها ناويين يقتلوك، وبيطلب منه كمان انه يخرج من عنده بسرعه جدا. وهاري بياخد المسدس والمقص وبيفصل الكهرباء علشان الكاميرات تتفصل. ولما بيخرج من البيت بيلاقي ان ارثر كسر عربيته، وساعتها هاري بيعرف ان ارثر خدعه علشان يستضربه ويقتله، وبيكون كسر عربيته علشان تبان ان هي جريمه سرقه. وساعتها هاري بيديله المسدس بتاعه وبيقول له اقتلني يلا، وبيستغرب ارثر جدا، ولكن هاري بيقول له انا عايز اتقتل على ايدك لانهم كده كده هيقتلوني. وبعدها بنشوف ستيف ابن هاري وبيكون شاب مدمن وبيتقابل مع ارثر، وارثر بيتكلم مع ابوه وبيقول له انه دايما كان بيحكي له عنك، وبيوصله بعدها لبيت هاري. وستيف يبلغ ارثر ان حسابات ابوه في البنك فاضيه، وكمان البنك قرب انه يحجز على البيت. وساعتها ارثر بيستغرب جدا، ولان المفروض الحسابات بتاعت هاري بيكون فيها فلوس كتير وزي ما دين قال له. وستيف بيقول له ان هم لازم ينتقموا من اللي قتل ابوه، خصوصا ان ابوه كان راجل عجوز. وستيف بيقضي اليوم في بيت ابوه وبيكون غضبان من اللي قتل ابوه. وبالليل كان ستيف بيتمشى بعربيه بتاعته وجاله واحد حرامي عربيات وبيثبته، وساعتها ستيف قال ان هو ده اللي قتل ابويا ونزل وكان خلاص هيقتله، ولكن ارثر لحقه وقال له ما تقتلش حد. وبعدها بيتكلم ستيف مع ارثر وبيطلب منه تاني يوم انه يعلمه طبيعه شغله، وبيقول له ان انا عارف طبيعه شغلك وشغل ابويا كانت عامله ازاي وانا عاوز اكون زيكم. ولكن ارثر بيرفض، وبيفضل ستيف انه يلح على ارثر، فبيقول له خلاص هعلمك كل حاجه، وبيطلب منه انه يقابله في ملجأ الحيوانات. وساعتها ستيف بيستغرب جدا وبيسال ارثر احنا هنعمل ايه هناك، ولكن ارثر بيقول له ان انت طالما عاوز تتعلم طبيعه الشغل بتاعتي يبقى تسمع الكلام اللي بقول لك عليه من غير نقاش. وبيشتروا هناك كلب صغير، وارثر بيقول له كمان على مطعم وبيطلب منه انه يقعد فيه الفتره الجايه كتير. وبيبدا بعدها يتكلم مع ستيف عن طبيعه شغله، وبيقول له ان شغله ده محتاج عقليه معينه وما ينفعش يكون متهور ولا مندفع، زي مثلا الموقف بتاع اللي كان هيقتل فيه الحرامي عربيات وانت كمان ما كنتش واثق انه كان قتل ابوك ولا لا. وبيكمل ارثر كلامه وبيقول لستيف ان انت كمان لازم تبقى عارف كل حاجه عن كل الناس ومفيش اي حد عارف حاجه عنك. وبيندهش ستيف جدا لما بيلاقي ارثر عارف كل حاجه عنه، وعارف كمان مكان ولادته، وعارف كمان ان امه ماتت وهو طفل، وانه كمان خد منحه ولكنها انسحبت منه بسبب حيازته المخدرات. وبيبدا بعدها التدريبات العمليه على النشان، وبنشوف مستوى ستيف بيتحسن بسرعه، وارثر بيديله كتب فيه معلومات اكتر عن طرق القتل. والبنك بعدها فعلا بيحجز على بيت هاري، وبعدها ستيف بيروح علشان يعيش مع ارثر في نفس البيت. وفي يوم ارثر خد ستيف وراح البيت، وارثر اتكلم فيه مع الشخص اللي هناك وقال له ان انا عاوزك تنفذ عمليه ومجرد ما الشخص ده يفتح الباب. وفعلا بيروحوا، وقدر ارثر ان هو يخنقه ويموته ويربط جثته بطريقه تخلي الموضوع يبان انه انتحار. وبيتكلم بعدها ارثر مع ستيف وبيقول له انا خدتك معايا علشان تشوف بعينك طبيعه المهام بتاعتنا. وبعدها بيروح البيت وبيوريله المعلومات اللي كان هو مجمعها من فتره عن الشخص اللي لسه قتله من شويه، وبيعرفوا ان الشخص ده كان تاجر اسلحه. وبعدها ارثر بيسلم ستيف اول ملف عمليه، وبيقول له ان اول عمليه ليك الهدف فيها هيكون واحد اسمه بورك، وده بيحب الكلاب وبيقعد في المطعم اللي انا قلت لك تقعد فيه من فتره. وطالما انت معاك كلب وبتقعد في المطعم ده بقالك كتير فاكيد بورك خد باله منك.
وارثر بيحذر ستيف من بورك وبيقول له خلي بالك لان ده راجل قوي جدا وقاتل مأجور. وبتقابله وبورك بيروح علشان يتعرف على ستيف وبيسأله هو ساكن فين، وساعتها بيعرفوا ستيف ان هو ما عندوش مكان معين ساكن فيه وبيتنقل من مكان للتاني وعلى طول بيتصاحبوا على بعض. وارثر بيكون قايل لستيف ان هو لازم ياخد المخدر ده ويحقن بيه بورك وساعتها هيوقف قلبه وهيموت. وبالليل سهر بورك مع ستيف ولكن ستيف كان متردد ان هو يديله الجرعه دلوقتي اللي هتموته ولا لا. وبورك بيطلب منه بعدها ان هو يروح معاه البيت وستيف بيوافق وبكده بيكون بيخالف تعليمات ارثر واللي كان محذره من بورك وبيروح مع بعض البيت وبيبداوا يتكلموا. فجاه ستيف بيقرب منه وبيخنقه وبيحاول يقتله ولكن بورك بيكون قوي جدا وبيقوم يضربه وبيحصل بينهم اكشن كتير. وبعدها ستيف بيقدر ان هو يضربه بمفك في بطنه ولكنه مش بيموت وبيقوم يكمل ضرب وبيفضلوا يضربوا بعض وفي النهايه بيقدر ستيف انه يقتله. ولما بيرجع البيت ارثر بيعاتبه وبيقول له قلت لك خلي الحوار سهل وموته بالطريقه السهله ولكن انت اللي صممت. وبعدها بيجي يتردد ارثر وبيكون صندوق وفيه فلوس العمليه ولكن دين بيكلمه وبيقول له ان خلي بالك ان انت خليت واحد تاني ان هو ينفذها وكده انت ما التزمتش بالاتفاق اللي بيننا وبيكلفه بمهمه جديده وبيقول له لازم تنفذها في اسرع وقت وإياك ستيف يعرف ان انت اللي قتلت ابوه. وبيعرفه كمان ان هو هيكون تحت المراقبه في المهمه الجايه وبتكون المهمه عباره عن قتل زعيم طائفه دينيه اسمه اندرو فون. وارثر وستيف بيخططوا العمليه وبيجمعوا معلومات عن اندرو وبيعرفوا انه جمع فلوس كتير جدا من المحاضرات والبرامج اللي هو بيطلع فيها. وبتكون طريقه القتل عباره عن ان هم هيدوا له جرعه ادرينالين واول ما الاسعاف توصل هيدوا له جرعه ابنسرين والمادتين دول كيميائيين ولما بيتخلطوا ببعض بيتحولوا لسم بتوقف عضله القلب. وبيسافروا بعدها لشيكاغو علشان ينفذوا المهمه وبيعرفوا ان كان في بنت شغاله عند اندرو فون والبنت دي بتكون اتقتلت وفي تشريح الجثه ظهر ان هي حصل لها اجهاض قبل ما تتقتل واللي كان في بطنها ده كان ابن اندرو فون ودفع لها كتير جدا علشان تسكت. وساعتها بيعرفوا ان اندرو فون ده بيكون شخص سيء. وبيوصل ارثر ومع ستيف للفندق اللي اندرو فون فيه وبيجهزوا الاسلحه وبيحطوا جوه اوضته كاميرات علشان يبقى تحت المراقبه وبيقدروا يدخلوا في فتحات التهويه وبيحطوا كاميرا صغيره علشان يشوفوا لو في حد معاه في الاوضه. وساعتها بيلاقوا الدكتور بتاعه موجود في الاوضه وبيديله حقنه كيتامين. وساعتها ارثر بيحذر ستيف ان ماده الكيتامين دي بتبطل مفعول الادرينالين وده معناه ان هم لازم يلاقوا خطه بديله لان كده الحقنه اللي معاهم مش هتعمل حاجه. وساعتها بيتفقوا ان هم هيقتلوه بالمواجهه وبيدخلوا من فتحه التهويه بعد ما حراسه بيطلعوا وعلى طول بيخنقوه لحد ما بيموت. وبعدها بشويه بيخشوا الحراس وبيكتشفوا موته وبتقع فجاه صابونه من المعدات اللي مع ستيف وارثر من فتحه التهويه والحارس كان هيشوفهم واضطروا ان هم يقتلوه. وباقي الحراس طبعا سمعوا صوت ضرب النار وحصل بينهم تبادل اطلاق النار واكشن كتير جدا وارثر ضرب الحراس وستيف قدر ان هو يخلع من فتحه التهويه وقدر في النهايه ارثر وستيف ان هم يقتلوا الحراس وربطوا نفسهم بالحبل ونزلوا في الاوضه وخرجوا من الفندق وسط الزحمه. وبيوصل ارثر المطار ولكن فجاه انه بيقابل هناك سباستيان وبتكون دي مفاجاه لان المفروض ان سباستيان ده كان واحد من 5 اللي اشتركوا في المهمه اللي دين قال لارثر ان هاري سلمهم فيها يعني المفروض ان سباستيان ده يكون ميت. وبيتكلم ارثر مع سباستيان وبيعرفوا ان دين دفع مبلغ كبير جدا علشان يغير الحقيقه وبيعرفوا كمان ان السبب الحقيقي لقتل هاري كان انه شاكك في عمليه كبيره المنظمه دي بتنفذها وكان لازم ساعتها انه يتقتل. وبيتغاظ ارثر جدا لان دين قدر ان هو يضحك عليه بالسهوله دي وخلاه يقتل صاحبه هاري. وتاني يوم بيوصل ارثر عند بيته وساعتها بيلاقي رجال دين وبيقدر يستخبى ارثر تحت الميه وفجاه بيطلع يهاجمهم واخد تليفون واحد منهم وكلم دين وقال له ما تبعتش حد انا جاي لك بنفسي. وبعدها اتصل ارثر بستيف وقال له انا عارف انك مش لوحدك وكان فعلا رجال الدين محاصرين ستيف. وارثر قال له ان الكنبه اللي انت قاعد عليها دي انا مخبي فيها مسدس وفعلا قدر ستيف ان هو يوصل المسدس واخد وقتل رجال الدين اللي محاصرينه. وبيوصل بعدها ارثر لستيف وبيطلب منه انه يجهز المعدات وعلى طول بيحطها في المركب. وبيجمع ارثر معلومات عن الحارس الشخصي بتاع دين علشان يحتاجها. وستيف وهو بيجمع الحاجه بيشوف مسدس ابوه وساعتها بيشك ان في حاجه حصلت بين ارثر وابوه وهو ما يعرفهاش. وفي الطريق بيبدا ستيف يتكلم مع ارثر وبيساله انت بتفتكر الاشخاص اللي قتلتهم ولا لا ولكن ارثر بيقول له لا مش بفتكرهم. وبعدها بيساله ستيف لو انت قتلت حد اكون اعرفه وساعتها ارثر بيقول له ايوه. وبيستنتج ستيف ان ارثر هو اللي قتل ابوه. وبعدها بيوصل لبيت الحارس الشخصي بتاع دين وارثر بيخش ويضرب عليه النار في رجله وبيهددوا بانهم هيقتلوا بنته. وارثر بيقول له ان هو يحط ايديها في المفرمه لو ما اتكلمش ولكن الحارس بيكون رافض انه يقول اي حاجه. وبعدها بيتصل ارثر بدين وبيقول له ان انت غفلتني في حوار هاري. وساعتها دين بيقول له ان انا اتعرض عليا 50 مليون من المنظمه علشان اخلص منه وانا دلوقتي هحول لك 10 مليون دولار وكأن الحوار ما حصلش. ولما بيرفض ارثر عرض دين بيقول له ان انت كده ضيعت على نفسك صفقه كبيره وكده كده مش هتعرف توصل لي. ولكن ارثر بيقول له خلاص انا عرفت مكانك. وفعلا ارثر بيكون في المبنى اللي دين فيه وبيطلب ساعتها دين من حراسه ان هم يخرجوه. وبنشوف ارثر وستيف بيجهزوا الاسلحه وبيحطوا كاميرا صغيره في الجراج وبيشوفوا ارثر في الكاميرا وبيدخل فيهم بالعربيه وبيحصل بينهم تبادل اطلاق النار. وبعد اكشن كتير جدا بيقدر ارثر انه يقتل عدد كبير من رجال الدين
وستيف قدر ان هو يسرق اتوبيس ويدخل بيه في باقي العربيات، وبيحصل انفجار كبير جدا، ولكن ستيف كان نط من الاتوبيس قبل ما يخبط فيهم. وبعدها ارثر بيركب عربيه كبيره وبيدخل في العربيه اللي دين موجود فيها، وبتتقلب عربيه دين، وساعتها بينزل ارثر وستيف وبيضربوه بالنار وبيقتلوه. وبعدها ارثر بيقول لستيف ان احنا لازم نختفي فتره، وارثر خد باله ان مسدس هاري مع ستيف. وبعدها ارثر بيطلب من ستيف ان هو يحط بنزين في العربيه، وستيف بينزل وبيحط بنزين وبيتعمد انه يسيب التانك مفتوح، وعلى طول بيضرب طلقه في التانك علشان العربيه تنفجر، وبنعتقد ان ارثر مات. وبيرجع ستيف لبيت ارثر، وساعتها بيلاقي رساله من ارثر انه لو بيقرا الرساله دي وده معناه انه هيكون ميت. وفي اللحظه دي البيت بينفجر قبل ما يحصل، وكمان فضل عايش. وبيموت ستيف وارثر بيكمل حياته ولا كأن حاجه حصلت. وبكده تكون احداث فيلمنا انتهت. وما تنسوش تعملوا لايك وشير في الفيديو وسبسكرايب للقناه علشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديده. وسلام.